من راجل لراجل يا صاحبي. يعني ايه تكون اب؟ اب دي كلمة كبيرة قوي قوي ومسؤولية عظيمة جدا جدا جدا. للأسف أنا بشوف بعض من الرجالة بيختصروا كلمة أب ودور الأب في مجرد إن هو يوفر سيولة مادية للبيت ويفتح البيت ماديا. طبعا دي مهمة أساسية ومهمة عظيمة جدا، لكن مش هي المهمة الوحيدة اللي الأب بيلعبها. الأب يا صاحبي لازم دايما يكون في حياة ولاده، لازم يكون له تأثير قوي جدا جدا، تأثير إيجابي طبعا على حياتهم وتفكيرهم ونظرتهم للأمور وأخلاقهم وتربيتهم ودينهم. الأب بيلعب دور كبير قوي 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 في إنه يشكل روح وعقل ولاده. وجودك يا صاحبي في حياة ولادك مش بس بيديهم الأمان والاطمئنان والحب والاهتمام، لكن كمان بيديهم أهم حاجة، القدوة. الأب قدوة، يعني اللي انت بتعمله وبتقوله وبتفكر فيه بصوت عالي قدام ولادك بينطبع في أذهانهم وفي قلوبهم وفي روحهم. فلازم تاخد بالك ان انت يعني كل الحاجات دي تكون عندك إيجابية ومعتدلة ومحترمة وماشية مع العادات والتقاليد والدين والأخلاق الإنسانية. طيب حد هيجي يقول لي يا عمي شريف أبقى في حياتهم إزاي باستمرار؟ أنت عارف أنا بخرج من الساعة 8 الصبح برجع الساعة 12 بالليل مهدود ومش شايف قدامي، وأمهم هي اللي شايلة الحمل بقى كله. أقول لك يا صاحبي أولا الله يعينك، لكن أنت ممكن برضو تبقى في حياتهم بحاجات بسيطة، حاجات لذيذة، حاجات تديهم الإحساس إن بابا مش ناسيهم. يعني مثلا لو ولادك كبار شوية ومعاهم موبايلات، ممكن تبعت لهم من وقت للتاني يعني رسالة صوتية أو حتى رسالة مكتوبة: إزيك يا حبيبي، عامل إيه يا ابني، يا رب تكون بخير. تدعي له دعوة حلوة، تسأل على بنتك، تسألها عملتي إيه في الامتحان النهاردة، طب أنت كنتي زعلانة مع صاحبتك عملتوا إيه. شوية الحاجات الصغيرة دي بتخليهم يحسوا إن بابا مش موجود في البيت، لكن موجود في حياتنا، حاسس بينا وعارف إحنا بنعدي بإيه. وهم طبعا هيكونوا مقدرين أكيد إن أنت بره طول الوقت عشان أنت بتحاول توفر لهم أسس الحياة الكريمة. لو ولادك بقى صغيرين لسه حاجة كده يعني بليا نونو صغننين، طبعا كل ما تقدر تكون موجود في البيت احضنهم، خليهم يحسوا بيك، خلي الطفل ده يشم ريحتك، يسمع صوتك، يحس بحنانك. كل الحاجات دي بتتغرس جواهم حتى لو هم أطفال صغيرين رضع أو يعني سنة سنتين ثلاثة. وعلى قد ما تقدر كل ما توفر عندك وقت اجري وروح اقعد معاهم والعب معاهم وقضي معاهم وقت على قد ما تقدر. أنا تاني عارف إن ده بيشكل عليك ضغط، لكن صدقني ده دورك كأب. وجودك، مجرد وجودك في حياة ولادك صغيرين أو كبار بيفرق معاهم جدا جدا جدا، وبيخليهم دايما عارفين إن عندهم سند عاطفي، سند فكري، سند مالي موجود في حياتهم. فبيفضل عامل الأمان موجود في قلوبهم، ودي أهم حاجة علشان الولاد يشقوا طريقهم وهم مركزين في أهدافهم. خد بالك من حاجة كمان يا صاحبي، مش بس مطلوب منك ان انت تكون اب حنين ومحترم وقدوة، انت كمان مطلوب منك تكون زوج حنين ومحترم وقدوة. لان ولادك دايما هيبصوا عليك في علاقتك مع مراتك، حتى لو انت مش موجود هيبقوا واخدين بالهم من العلاقة دي. لان اكيد لو العلاقة متوترة او مش كويسة، الأم بتحكي حاجات قدام الأولاد وهي بتتكلم مع مامتها مع باباها مع أصحابها، حتى لو هي ما اتكلمتش وانتوا كنتوا بتتخانقوا في أوضة مقفولة، صوت الزعيق ده بيوصل للأولاد، والشوكوا بعد الخناقة الأولاد بيحسوا بيه. خلاص ما بقاش في عيال صغيرة ما بتفهمش، العيال كلها بقت بتفهم وتحس بالحاجات دي. فعلاقتك بزوجتك اللي هي أم أولادك لازم تكون متزنة ولطيفة وفيها من الحنية والاحترام، لأن ده بينعكس عليهم، وبينعكس عليهم كمان خصوصا عند الولاد. لما الولد يطلع يلاقي باباه غليظ مع مامته،
ممكن جدا جدا ده ينعكس عليه في علاقته مع زوجته في المستقبل. لما بنت تطلع شايفة مامتها مقهورة من أبوها، ممكن تطلع هي كمان زيها. فدورك كزوج بيؤثر جدا 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 على دورك كأب. شخصية الأب مش المفروض تنفصل أبدا عن شخصية الزوج، الاتنين بيكملوا بعض وبيؤدوا لنفس النتيجة. وفي حاجة كمان مهمة يا صاحبي عايز أقولك عليها، وخصوصا صاحبي اللي ابنه أو بنته كبروا ما شاء الله وخلصوا جامعة. مش المفروض إن احنا نربط ولادنا جنبنا علشان هم ولادنا، لا، لازم نطلق سراحهم، لازم نخليهم ينطلقوا في حياتهم العملية سواء جوه مصر أو بره مصر ويشوفوا مستقبلهم. مش عشان احنا خلفناهم وربناهم تعبنا جدا جدا على بال ما وقفناهم على رجليهم، ده مش معناه ان هم يدفعوا لنا تمن الكلام ده بان هم يفضلوا مربوطين جنبنا. لا يا صاحبي، لازم انت تشجعهم ان هم ينطلقوا. اللي عايز يسافر يشوف اكل عيشه في محافظة تانية يسافر، اللي عايز يسافر بره البلد يسافر، اللي عايزة تكمل دراستها بره أو تسافر بره تسافر، طالما ان انت واثق من التربية اللي انت ربيتها لهم وعارف ان أخلاقهم ما شاء الله حلوة ومتميزة، يبقى ما تخافش عليهم جوه مصر أو بره مصر. ادعي لهم ان ربنا يحفظهم، وادعي لهم ان ربنا يوفقهم في اي حتة، وشجعهم ان هم يخرجوا ويدوروا على مستقبلهم. انا عارف يا صاحبي وحاسس بيك ان قلبك بيوجعك لما اولادك بيبعدوا عنك، لكن ده دورك كأب، دورك ان انت تفضل تشجعهم لآخر يوم في حياتك، دورك انك تساندهم في كل قراراتهم الإيجابية حتى لو كان ده معناه ان هم يبعدوا عنك. ما هو ده دور الأب، انه يضحي. يا صاحبي الأب ده حاجة كبيرة قوي، فما تفرطش أبدا في الدور والمكانة دي، واشكر ربنا عليها وابذل كل مجهودك ان انت تعملها على أكمل وجه، عشان يوم ما تقف قدام وجه رب كريم تقول له يا رب أنا عملت اللي عليا في مقدار استطاعتي. وإن شاء الله ربنا يوفقك وتكبر ولادك وتربيهم أحسن تربية في الدنيا.